تناوب الثنائي كيليان مبابي وليون ميسي نجم باريس سان جيرمان على افتراس أجاكسيو في الجولة 12 من الدوري الفرنسي. مبابي وميسي ساهما في فوز باريس بثلاثية دون رد، حيث سجل مبابي هدفين من صناعة البرغوث، فيما وقع الأخير على هدف بهدية من المهاجم الفرنسي. وذكرت شبكة أبطال الإحصائيات أن ميسي قدم لزميله الشاب 6 تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وأشارت إلى أن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي صنع 6 أهداف لزميل واحد في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن. يذكر أن سان جيرمان عزل صدارته لجدول الترتيب الفرنسي بوصوله للنقطة 32 مبتعدا بفارق 6 نقاط مؤقتا عن لوريان. المؤتمر الصحفي كشف المدرب الإسباني أنه لن يسمح لأي لاعب بالتساهل في الأداء من أجل الحفاظ على نفسه من الإصابات قبل انطلاق مونديال قطر 2022 حسب ما أشار موقع جول. وأكد غوارديولا بصرامة أنه سيستبعد أي لاعب يشك بأنه يلعب بطريقة آمنة للحفاظ على نفسه من الإصابة قبل الأسابيع من المونديال. وقال غوارديولا: اللاعب لن يشارك مع الفريق إذا شممت رائحة هذا الأمر، التساهل في المباريات. قال ريال مدريد في بيان رسمي على موقعه الرسمي: أجرت الخدمات الطبية في نادي فحوصات على لاعبنا كريم بنزيما يوم السبت، والتي كشفت معاناته من إرهاق عضلي في فخذه الأيسر، ومدة غيابه تتوقع على إيقاع تعافيه من الإصابة. وكان بنزيما خرج مبكرا من تدريبات الميرينغي الجمعة، إلا أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ضمه للقائمة التي تستعد لخوض المباراة. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية فإن بنزيما سيغيب أيضا بشكل مؤكد عن مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، بينما يحاول الجهاز الطبي للميرينغي تجهيزه للعب ضد جيرونا في الليغا بالأسبوع المقبل. أعلق المدير الفني الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب على الهزيمة المفاجئة أمام فريق نوتنغهام فورست في الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر ليفربول بهدف نظيف أمام الفريق الذي كان يتزين الترتيب الدوري قبل بداية اللقاء وسط أداء ضعيف من رفقاء محمد صلاح الذين لم يفلحوا في ملامسة شباك الحارس المتألق دين هندرسون. وتحدث كلوب بعد نهاية المباراة لشبكة BTC سبورت قائلا: أعلم لماذا لم نظهر بالشكل جيد، يمكنني تأكيد ذلك، لكنني لا أعلم كيف خسرنا المباراة بهذه السهولة. وأضاف: فريق نوتنغهام رائع وستيف كوبر يقوم بعمل جيد جدا، لكن نحن من تسببنا في الهزيمة، أهدرنا 6 فرص سانحة للتسجيل. لقد كان الأمر أشبه باللعب ضد أنفسنا وليس ضد نوتنغهام. لقد ولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على إعلان النجم الفرنسي فرانك ريبيري اعتزال كرة القدم. ونشر محرز تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر موجها من خلالها رسالة تقدير واحترام للنجم فرانك ريبيري. كما كتب الدول الجزائري في تغريدته مخاطبا ريبيري: واحد من بين الأفضل، كل التوفيق لك في المستقبل إن شاء الله. وافق رياض محرز هذه التغريدة بصورتين له عندما كان شابا صغيرا يحمل قميص ريبيري بألوان نادي مارسيليا الفرنسية. حقق النرويجي الكامل نجم مانشستر سيتي رقم مميز خلال مباراة فريقه مع برايتون التي حسمها السيتيزنز بنتيجة 3-1 ضمن منافسة الجولة 13 من دوري الإنجليزي الممتاز. وحرز هالاند ثنائية في شباك برايتون بالدقيقتين 22 و43 على التوالي، فيما سجل البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثالث بالدقيقة 75.
ووفقا لشبكة سكواكا للإحصائيات فإن هالاند عاد للسجل التهديفي للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في برشلونة. وأحرز هالاند 22 هدفا تحت قيادة غوارديولا في 15 مباراة، بينما زار إبراز الشباك 22 مرة مع المدرب الإسباني لكن في 46 مباراة. وأشارت سكواكا إلى أن هالاند أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى.